افضل افلام مصريه في 2020 ودي سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي جايه تبقى افضل افلام مصريه في 2019 وهكذا. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الخامس. فيلم الخطه العايمه من اخراج معتز التوني وتاليف كريم سامي، ومن بطوله عادل ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد. بتدور الاحداث حول اشخاص عاوزين يسرقوا ورق مهم في خزنه معينه، وبيجيبوا اتنين مساطيل خالص واللي عامل دورهم عادل ربيع ومحمد عبد الرحمن يسرقوا الورق ده من البنك. وبنشوف المواقف الكوميديه اللي هيتعرضوا لها. الحاجات الجميله من الفيلم الكوميديا من الفيلم صراحه كانت كويسه جدا، ومن افضل افلام الكوميديا في 2020، لان هو اصلا السنه دي ما نزلش فيها افلام كوميديه كتير. فنوعا ما الفيلم على مستوى الكوميديا كان كويس جدا، وعلى مستوى الكيمياء بين علي ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن كانت جميله جدا صراحه. فاللي هو فيلم نوعا ما مسلي وكويس ويستاهل المشاهده. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الرابع. فيلم الحارس إخراج محمد نادر وتأليف سيد عبد الخالق، ومن بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعلي الطيب وأسماء جلال وعمرو عبد الجليل. بتدور الأحداث في إدارة دراما الرعب عن زوجين بتنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب إن بيتحكي لهم قصة وهمية عن ليلة بيغيب فيها القمر وبيدور فيها الشيطان عن عروس. الحاجة الجميلة في الفيلم التصوير بتاع الفيلم ممتع بطريقة مش طبيعية، الكادرات الفيلم كانت جميلة جدا. الفيلم على مستوى الرعب ما كانش موفق صراحة، يمكن غير في مشهد واحد بس، إلى حد ما كتشجيع لأفلام الرعب هو كويس مش وحش، على الأقل كان في قصة مش واقعة، كانت ممسوكة إلى حد كبير. مشاهد اتصورت بطريقه جميله جدا، التمثيل من اغلب الممثلين كان كويس قوي، في ممثلين ما لهمش دور كبير بس كان لهم تاثير كبير جدا. فالاداء كان كويس صراحه في الفيلم، والريتم كان الى حد كبير جدا. ولكن اكثر شيء كان ممتع جدا في الفيلم بالنسبه لي هو التصوير والكادرات، فيلم ممتع جدا فيهم، فاللي هو لو اتفرج على الفيلم حمله بجوده عاليه ان امكن. من غير كلام كتير نخش على المركز الثالث. فيلم لص بغداد اخراج احمد خالد موسى وتاليف تامر ابراهيم، ومن بطوله محمد عادل امام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وامينه خليل. بتدور احداث الفيلم في اطار تشويق واثاره حول رحله بين كذا شخص للوصول لمقبره الاسكندر الاكبر اللي بيحاول كتير في العالم الوصول ليها منذ قرون. فيلم جميل جدا صراحه كتصوير، ليه مشاهد في الارض، ليه مشاهد في الجو، ليه مشاهد في البحر، اتصورت بطريقه جميله جدا صراحه. الاخراج فيه كان حلو جدا، والاداء التمثيلي والكيمياء بالاخص الاداء بتاع فتحي عبد الوهاب عامل الدور بطريقه حلوه جدا صراحه. ففيلم من افلام محمد امام اللي هو فيلم ممتع جدا، مش هو العظيم بس كاكشن وككوميديا اتقدم بشكل كويس. وافضل فيلم محمد امام كتصوير صراحه، ممتع جدا ويستاهل ان انت تحمله بجوده عاليه ان امكن. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الثاني. فيلم توأم روحي من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الكدواني وبيومي فؤاد وحنان سليمان. بتدور أحداث الفيلم حول قصة حب قوية بتجمع بين زوجين، ولكن بيشاء القدر إن مراته تتوفى في شهر العسل، فده بيأثر بشكل كبير جدا سلبيا على الزوج، وبيقعد فترة كبيرة جدا متأثر نفسيا. تاخده والدته للعلاج النفسي، من خلال العلاج النفسي الدكتورة بتكتشف له طريقة بيرجع بيها، مش عارف ازاي صراحة، بس هو عامل زي اللي بيروح لعالم تاني بيقابلها في هناك. الفيلم على المستوى الرومانسي كان جميل جدا صراحة، والاغاني بتاعت وائل الجسار كانت محطوطة في وقت حلو جدا. اي نعم في ناس حاسة ان هم فيها اغاني كتير في الفيلم، بس انا شايف ان مفيش مبالغة في عدد الاغاني، اللي هو تقريبا 3 او 4 اغاني بس، مش اغاني كاملة مثلا 4 5 دقايق، لا هي دقيقة او دقيقة ونص، واوقات ممكن تبقى 30 ثانية بس. فحقيقي فعلا الفيلم كان رومانسي كان جميل جدا، الاغاني فيه كانت حلوه جدا، الاداء التمثيلي بتاع حسن الرداد كان حلو قوي، يمكن من اقوى الاداء التمثيلي اللي حسن الرداد في تاريخه، ومن احسن الافلام اللي عملها ان لم يكن احسنهم. فيلم حلو جدا، والنهايه بتاعت الفيلم تحفه، فيلم جميل جدا صراحه ويستاهل المرتبه دي. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الاول. فيلم صاحب المقام اخراج محمد جمال عدل وتاليف العظيم ابراهيم عيسى، ومن بطوله اسر ياسين ويسرى وامينه خليل وبيومي فؤاد وهاله فاخر. الفيلم بيحكي عن شخص اسمه يحيى ثري جدا وبيعيش في رخاء وعدم احساسه باي شخص او اي انسان تاني، تنقلب حياته راسا على عقب لما بيقرر ان هو يهد مقام ويبني مكانه مكان سياحي. هذا جميله في الفيلم القصه اللي اتقدمت، حقيقي فعلا القصه اتقدمت حلوه جدا، الكتابه بتاعت الفيلم جميله جدا وتناتج على ان المؤلف هو العظيم ابراهيم عيسى. والتصوير بتاع الفيلم كان حلو قوي، والاداء التمثيلي بتاع اسر ياسين كان جميل جدا وموفق، والريت بتاع الفيلم كان كويس جدا، والقفله بتاعته. فحقيقي فعلا الفيلم فيه كذا نقطه نتكلم عندها، من ضمنهم مثلا الاغاني او التواشيح، مش عارف صراحه اسمها ايه بالظبط، بس هي كانت جميله جدا في الفيلم، اتحطت بطريقه كويسه جدا وفي توقيت حلو. فيلم ممتع ككذا نقطه وككذا جانب، يستاهل المشاهده ده من غير نقاش، ويستاهل افضل فيلم في 2020 ده برضه من غير نقاش. شابوه لكل صناع العمل، عاملين فيلم نظيف جدا، ومعنى كلمه فيلم مؤثر وحلو جدا. فحقيقي فعلا فيلم ممتع ويستاهل يتحط في المرتبه الاولى. وبس كده، لا لا، ما تنساش المتابعه وسلام.